70% من الورك فلوز بيبقى فيها النودز دي، واخر اتنين هما الاكثر استخداما. اول نود معانا الايديت فيلدز نود. النود دي احنا بنستخدمها لما نكون عايزين نثبت حاجه في الورك فلو بتاعنا او نسيت داتا معينه، عشان كده الاسم التاني ليها هو السيت نود. فلو جينا هنا دخلنا عليها من جوه هنلاقي ان انت ممكن تحط اي نوع من انواع الداتا. على سبيل المثال انا حاطط هنا رقم 16 وحاطط باسورد وحاطط ليست مكونه من اسامي طلاب، فلو جيت دوست على اكسكيوت ستيب هيطلع لك الداتا اللي انت كاتبها ديت زي ما هي. كل اللي انت بتعمله بالايديت فيلدز نود هو ان انت بتحط داتا معينه علشان تستعملها. تاني نود معانا وهي الاف نود. الاف نود هي عباره عن كونديشن انت بتحطه، ولو الكونديشن دوت صح تروح في الترو برانش اللي هو دوت، ولو غلط بتروح في الفولس برانش اللي هو ده. احنا هنا حاطين في الايديت فيلدز نود العمر 16. في الاف نود هنا احنا عاملين كونديشن لو العمر اكتر من 18 سنه هيروح في الترو برانش، ولو غلط هيروح في الفولس برانش. احنا هنا 16 فالمفروض يروح في الفولس برانش. خلينا نشوف الكلام دوت. اكسكيوت ستيب زي ما انتم شايفين اهو، ترو برانش فاضي، الفولس برانش فيه ايتم واحده اللي هو الايج 16. لو جينا بصينا هنا في الورك فلو هتلاقي ان هو بيمشي هنا. تقدر بعد كده انت تاخده دوت سواء في الترو او في الفولس برانش وتمشيه في اي حاجه ثانيه انت عايزها. على سبيل المثال استخدام للنود ديت ممكن يكون لو انت عندك في الورك فلو بتاعك خطوه من المحتمل ان يحصل فيها ايرور، فانت ممكن تحط بعديها الاف نود، ولو فيها ايرور توديها في الفولس برانش وتبعت لنفسك رساله على مثلا تليجرام او ايا كان واتساب عشان تعرف نفسك ان حصل ايرور في الورك فلو بتاعك. ممكن كمان تحط اللينك بتاع الورك فلو في الرساله اللي انت هتبعتها لنفسك بحيث ان انت تدخل على الورك فلو على طول من الرساله اللي اتبعتت لك في الشات. ثالث نود معانا وهي السويتش نود. السويتش نود بالظبط زي الاف نود مع اختلاف ان انت هنا مفيش فولس وترو برانش، انت عندك هنا برانشز انت اللي بتعملها. زي ما واضح قدامنا انا عامل في السويتش نود ديت 3 برانشز، خلينا نشوفهم من جوه. اول واحد بنقول له لو العمر اكتر من 18 سنه، بعد كده انا سميت البرانش greater than 18 عشان يظهر الاسم دوت هنا زي ما انت شايف البرانش ده. يعني لو اكتر من 18 هيمشي هنا، لو اقل من 18 هيمشي هنا، لو 18 بالظبط هيمشي هنا. طبعا انا لو عايز اضيف برانش تاني مثلا هاجي هنا وهدوس اد راوتنج رول واحط الفاليوز وهسميه من هنا. بتيجي على رينيم اوتبوت وبتسميه. النيم اللي انت بتكتبه هنا هو النيم اللي هيظهر في الكانفاس عندك، اللي هو اللي بيظهر هنا زي ما انت شايف هو ظاهر 3، لكن لو انا جيت غيرت اسمه من جوه هيظهر عندك. يعني لو جيت انا هنا سميته مثلا محمد، طلعنا هتلاقي ان البرانش بقى اسمه محمد. خلينا بقى نجرب على السويتش نود نفس التجربه اللي عملناها على الاف نود. المفروض ان هو يمشي في less than 18 لان احنا العمر اللي حطيناه في الايديت فيلدز نود 16. فلما ادوس هنا على اكسكيوت ستيب المفروض يمشي في البرانش اللي في النص اللي هو less than 18. خلينا نشوف. من افضل استخدامات السويتش نود لما تيجي تبني بوت بينظم لك الايميلات اللي بتتبعت لك زي ما واضح في السيستم اللي قدامكم ده. رابع نود معانا السبليت اوت نود. لو انت لسه بتتفرج حابب اقول لك ان في تريكايه حلوه قوي سايبها لك في النود رقم 8، فتابع الفيديو الاخر. دلوقتي السبليت اوت نود عشان تفهمها بشكل سهل انا عملت لك هنا في الايديت فيلدز ري او اللي هي ليست يعني من الاعمار ديت. فلو جينا نشوف هنا الليست بتطلع ازاي في الورك فلوز هنلاقي ان بيطلع ايتم واحده بس جواها كذا ايتم، يعني كل الاعمار اللي موجوده هنا هي اللي ظاهره هنا ولكنها تحت ايتم واحد. فدي بتبقى مشكله لو الورك فلو اللي انت بتبنيه بيبقى محتاجك تعمل حاجه بالايتمز اللي جوه الليست، فبتحتاج تفك الليست. عشان نفك الليست بنستعمل سبليت اوت نود. فلو جينا هنا بصينا على الخط الاخضر دوت اللي قدامكم تلاقي مكتوب 1 ايتم. بعد ما تستخدم السبليت اوت نود بيطلعوا 6 ايتمز اللي هم كانوا الايدجز اللي جوه الليست دي اللي هم السته دول. فالسبليت اوت نود بتطلعهم كلهم مفكوكين. ولو بصينا على السبليت اوت نود من جوه تلاقي ان كل اللي محتاج تعمله هو ان انت تسحب الحاجه اللي عايز تفكها وتحطها هنا اهو، والسبليت اوت نود هتفكها لك. خامس نود معانا وهي الاجريجيت نود. الاجريجيت نود هي عكس السبليت اوت بالظبط. السبليت اوت بتفك لك الايتمز اللي نستد جوه ايتم، والاجريجيت جمع لك الايتمز اللي انت عايز تحطها في ليست او في ايتم واحده بس. فزي ما انت شايف كده الخط اللي قدامك 6 ايتمز طالعين من السبليت اوت. لو دوست هنا اكسكيوت ستيب على الاجريجيت هيطلع لك 1 ايتم هيرجعهم ليست زي ما كانوا في الاصل اهو. الاجريجيت نود من جوه هتلاقي نفس الموضوع بس انت كل اللي عليك تعمله انك تسحب الايدج وتحطه هنا، مش اكتر من كده. سادس نود معانا وهي الفلتر نود. هنا هشرح لكم الفلتر نود في سيستم انا كنت بانيه قبل كده. السيستم ده بالمناسبه لقيناه على موقع عمل حر. كان واحد صاحب عياده طالب حد يعمله له ب $25، وانا عملت سلسله عندي على اليوتيوب بشرح السيستم ده كامل بالتفصيل. هسيب لك اللينك فوق لو حابب تشوفها. فخلينا هنا بقى نرجع لشرح الفلتر نود. الفلتر نود مشابهه جدا للاف نود. الفرق ما بينهم ان انت الاف نود عندك فولس برانش وعندك ترو برانش. لو الكونديشن بتاعك صح بيروح في الترو برانش، لو غلط بيروح في الفولس. انما انت عندك في الفلتر نود لو الكونديشن بتاعك صح الفلتر نود بيعدي الايتم، لو غلط
الفلتر نود مش بيعدي الايتم خالص. المثال اللي قدامنا ده انا كنت بطلع كل الجلسات اللي موجوده في الداتابيس وعايز افلترهم علشان اجيب الجلسات بتاعت النهارده بس، فاستعملت فلتر نود وعملت الكونديشن ديت. الكونديشن دي باختصار بتقول ان لو الديت بتاع الجلسه بيساوي الديت بتاع النهارده فلتر نود عديها، انما لو الديت مش بيساوي النهارده ما تعدهوش. خلينا نعمل اكسكيوت ستيب، تلاقي ان هو خلى ايتم واحده جلسه واحده بس بالديتيلز بتاعتها كلها و11 ديسكاردد. ولو طلعنا على الكانفاس هنا تلاقي ان هو عدى 1 ايتم، وزي ما انت شايف هنا هو كان داخل اصلا 12 ايتم، دخلوا 12 لان 11 ميعادهم مش النهارده فشالهم كلهم وعدى ال1 ايتم اللي هي الجلسه الوحيده اللي ميعادها النهارده. سابع نود معانا ال HTTP request. النود اللي قدامكم ديت هي اهم نود في N8N، هي النود اللي انت لو اتعلمت ازاي تستعملها صح تعرف تربط اي اداه ب N8N حتى لو ملهاش native integration. ولو مش عارف انا اقصد ايه بنيتيف انتجريشن، فلو دخلت هنا على النودز ودخلت على اكشن ان اب هيظهر لك كل التولز اللي ليها نيتيف انتجريشن. نيتيف انتجريشن هو اللي قدامك ده، ان انت هتلاقيها هنا اهوت لما تيجي تدور عليها، وانت هنا هتلاقي كميه كبيره قوي من التولز ليها نيتيف انتجريشن في N8N. ولكن على افتراض ان التول اللي العميل بتاعك عايزك تشتغل بيها مش موجوده في N8N، ساعتها انت هتبقى مضطر تستخدم ال HTTP request node. ولو خدتوا بالكم هنا فهي نفس النود اللي انا استعملتها عشان اطلع الجلسات اللي عندي لاني ما لقيتش نيتيف انتجريشن. النود دي علشان اشرحها لكم بشكل تفصيلي وتفهموها كويس لازم نعمل لها فيديو كامل خاص بيها، فلو حابين الفكره ديت اكتبوا لي في التعليقات تحت. تامن واخر نود معانا الكود نود. الكود نود هي اكتر نود متعدده الاستخدامات، انت ممكن تستخدمها في كذا حاجه، مفيش حاجه معينه بس اللي الكود نود بتقدر تعملها لان هو عباره عن كود. بس الكود ده انت مش محتاج تكتبه بنفسك، انت ممكن تلجا لشات جي بي تي او جيميناي او كلود، وانا برجح كلود بصراحه لو هتستعمله هنا. تروح لكلود وتقول له يكتب لك كود بالشيء اللي انت عايز تعمله ايا كان ايه هو في الورك فلو بتاعك. خليني اقول لك على التريكيه اللي قلت لك هقولها لك في اخر الفيديو، وان هي ان انت تاخد الداتا اللي قبل الكود نود كوبي بيست من هنا، هتيجي هنا وهتدوس على الجيسون ايا كانت ايه النود اللي قبل الكود نود، تروح على الجيسون بتاعها وتاخده كوبي وتروح تعمل بيست في كلود وتشرح له بقى كل حاجه، تقول له ان دي الداتا اللي خارجه من النود اللي قبل الكود نود والكود نود انت عايزها تعمل ايه بالظبط. ففي المثال اللي قدامنا الكود نود كان دوره انه بعد ما طلعنا كل جلسات النهارده وفلترناهم خلاص ان هو ياخدهم وينسقهم في رساله سهل ان هي تتقري عشان نبعتها لتيم الدكاتره على التليجرام. هو ده يا شباب شكل الرساله اللي استعنا بالكود نود علشان يعملها. انا كنت مدخل له رو داتا، هو خدها وظبطها كلها بالشكل اللي انت شايفه دوت في رساله سهل ان هي تتقري عشان نبعتها على تليجرام بسهوله. كل اللي انا عملته في الخطوه دي بس ان انا سحبت المسج اللي طلعت لي من الكود نود اللي هو عملها حطيتها هنا. حبيت برضه يا شباب اوريكم شكل الرساله بعد ما تتبعت على التليجرام بتبقى عامله ازاي. ده بيبقى شكلها زي ما قلت لكم بتبقى سهله في القرايه، علشان كده انا استعملت كود نود. احنا كده خلصنا فيديو النهارده. لو حابب تعرف ازاي عملنا سيستم العيله ده بتفصيل وتنزله عندك في N8N مجانا 100%، فما تنساش تتابع السلسله دي، نزل فيها فيديوهين لحد دلوقتي والفيديو التالت هينزل قريب باذن الله. ولو تابعت الفيديو لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتحط لايك عشان نبتدي الكورس باذن الله في اسرع وقت. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.